القيصر كاظم الساهر بيكشف عن كواليس حياته قبل الشهرة، مؤكد إنه مر بظروف صعبة للغاية. كاظم الساهر نمت على المقاهي والحدائق عشان أحقق النجاح ده. اشتغلت مدرس وكنت بمقابل 5 دنانير. مرت 42 عام. نجم القيصر كاظم الساهر بيتمتع بجماهيرية كبيرة جدا على مستوى العالم كله. كان بيحمل العود على ظهره وبيمشي كيلومترات للوصول إلى عمله. أشار إن الفن ليس سهلا، وإن الجمهور اللي بيشاهد الفنان على المسرح ساعة ما بيعرفش كام سنة تعب فيها الفنان عشان يوصل للساعة دي، وإنه بيختار الشعر الراقي لأنه اللي بيغني كلمات بلا قصائد، وبيرفض 90% من الكلمات اللي ما بتوصلش لإحساسه. وأكد إن أغنية مدرسة الحب غيرت حياته. إن لما بكتب أغنية بحب إنها تلامسني أولا، إن لم أبكي أنا بلحنها أغنيها للناس. أكد القيصر كاظم الساهر بإن الجمهور هو اللي صنع اسم كاظم الساهر. وصف نفسه بإنه مجرد صوت بيوصل إحساس. في علاقته بالجمهور إن هي علاقة عشق، إن الجمهور عيلته التانية، واعتبر إن الشهرة إن ذهبي استغنى عن الكثير في حياته مقابل هذا السجن، أهمهم الخصوصية. سؤاله عن الفن: أنت شعرت بالنجاح لما شفت طفل في الشارع بيغني أغنية من أغنية، وقتها عرفت إني صوتي وصل. شدد الفنان القيصر كاظم الساهر على إن الفنان الحقيقي اللي بيكون لديه رسالة، ليس مجرد مؤدي من أجل المال، رافضا الغناء الهابط. إن الموسيقى لغة عالمية، وهو بيحاول يوصل كلامه العربي إلى كل العالم. ودي كانت رحلة قيصر كاظم الساهر للوصول للنجومية مدى 42 عام. متع فيها كاظم الساهر جماهيرية كبيرة على مستوى العالم العربي كله.